خطوة عزيزة، مرحبا بيكم، يا أهلاً وسهلاً، نورتونا، شرفتونا، ده احنا زرنا النبي. كل الكلام اللي ممكن تسمعه من أي مصري بيرحب بيك في بيته. احنا شعب ذواق وبنحب نستطعم الحاجة، فاحنا بقى لفينا محافظة محافظة وسألنا كل واحد من محافظته سرهم ايه. كل سنة وانتم طيبين. خطوة عزيزة، المحافظة بتاعتي من قلب الدلتا، مملكة خاصة، محافظة الذكاء عندها في الجينات، موروث، ما بيقبلوش بأنصاف الحلول، محافظة الرؤساء. أما بقى الفطير المشلتت بتاعهم بتشموا على بعد 100 كيلو. تعالوا نشوف بيعملوه ازاي. النهارده قصة جديدة وحكاية من حكاياتي اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. النهارده محافظتي المنوفية، وهنعمل فطير المشلتت وهنعمل الكشك، وهتساعدني حاجة فاطمة اللي مكسرة الدنيا 6 أكتوبر، هي أصلا من المنوفية. هنقول بقى مقادير الفطير: دقيق، زبدة بلدي، وزر ملح والزيت عشان نعجن بس. والكشك مفيش أسهل منه، زبادي ولبن ودقيق وشوربتنا، هما بيحبوها بشوربة البط، صح كده؟ بالتوابل بتاعتنا بس كده. حاجة فاطمة أنا هساعدك، بس أول حاجة هعملها بستأذنك يعني إن أنا أعمل الخميرة بتاعة الكشك عشان بتقعد شوية كده بتاخد وقت مع نفسها كده تتخمر، ونكون عجلنا كمان ونكون عجلنا وظبطنا الدنيا. تمام. الفطير المشلتت: كيلو دقيق، زبدة فلاحي، كوباية زيت. احنا بناخد شوية دقيق مع الزبادي وبنخلطهم جامد لغاية ايه؟ عشان نعمل حتة زي العجينة اللزعة كده دي. أيوة، تبقى ليها مزازة كده. وبعدين بقى ايه؟ نسيبها تتخمر، بتاخد وقت شوية. ايوه. اقول لك بقى ايه، احنا بقى البرنامج بتاعنا بنقعد نتكلم عن المنوفيه او على المحافظات، وزي ما قلت لك حلقتنا النهارده عن المنوفيه، والمنوفيه الكلام ما بيخلصش عنها. لا ده انتوا عندكم كلام كتير قوي. عاصمه الرؤساء وعاصمه الناس اللي طلعها احسن الناس في البلد، اللي ماسكين البلد. انا اولادي من المنوفيه، فانا طبعا فخوره بالموضوع ده جدا. ربنا يخليهم. بصي بقت عامله ازاي. ايوه، ظبطناها كده قوي. هسيبها بقى شويه، هسيبها بقى تتخمر عشان ايه؟ تستوي في قلب بعضها. تمام. وهنضف الحته دي واجي افضيلك بقى عشان عارفه ايه انت عايزه براح. وبعدين بقى عايزه اسالك وتحكي لي ايه اللي خلاكي تعملي كده، وايه الموضوع الكبير ده؟ انت مكسره الدنيا في 6 اكتوبر. هو الفطير المنوفيه شاطره قوي في الفطير، ده عاصمه الفطير. وفين بقى؟ وسنا، صح؟ لا احنا من باجور. لا بس انا قصدي انه اغلبيه الفطير اللي بيطلع من هو وسنا. كله بيطلع من المنوفيه. من المنوفيه. ما بصي ما تقوليش محافظه، حتى دي منحازه فيها يا حاجه فاطمه، حتى دي منحازه فيها. المنايف خطار. مهم، قولي لي بقى هنبدا بايه؟ ايه اول حاجه تتعمل؟ بالدقيق ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بأساعدك. شكرا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط ملح. انت عايزه حاجه هنحط زر ملح زي ما انت قلتي. زر ملح بس كده. طب ايه بقى ليه التركه بتاعت زر الملح دي؟ بتدي له طعم حلو. اوكي. ويبقى زر الملح ولا ممكن تاكلي بيه عسل، ممكن تاكلي بيه ملح، صح. لكن لما تحطي له سكر ما ينفعش غير كده. هتاكلي بقى حاجه حلوه بس. حلوه، صح كده، صح كده. ونقول بسم الله في الميه. الميه بقى دي لازم تبقى دافيه. لازم دافيه. لازم دافيه. بسم الله.
واهم حاجه بقى ظبطه ايدك في الميه. بصي انا خدت بالي، كنت لسه هسالك السؤال ده. انت بتحطي من غير ما تكيلي؟ لا شغاله ليه كده؟ لا، عارفه ليه؟ عشان انت اللي ايدك تقدر تظبط الميه. صح. لو عملت لها مقدار ممكن دقيق عجين دقيق معاكي ياخد ميه اكتر. على فانت حسب تقولي نوع ايه؟ الدقيق. فانت تقولي لي ايه؟ انت قلتي لي حطي كوبايه ميه بس، وانا حطيت والعجينه طلعت ناشفه. ايوه صح، يبقى هو لكن حسب نوع الدقيق. حسب نوع انت الدقيق. تشوفي، انت بتحسي كده أيوة. الدقيق مسك معاكي ما مسكش، دي احتاج بصي ميه طول ما محتاجش. هو كده انت بتدي له ميه، بس ايه بالمقدار، صح. حبه حبه. صح. وخلاص لقيناه مش عايز ميه، هنبتدي ايه؟ ناخده انت جميله ورايقه قوي يا على رايقه رايقه رواقه. ياه. ما هو انت بصي حبي الحاجه اللي بتعمليها. ايوه، ما هو باين عليك، انا حاسه بالطاقه بتاعتك رايقه. هتحبيها، يعني هتطلعي احسن ما فيها. عندك حق، عندك حق. اي حاجه هتحبيها هتطلعي احسن ما فيها. عندك حق. تاني حاجه انا امي اللي معلماني الفطير مشلتت. خلاص واضح ما انا بقول لك واضح في مسكتك. وامها اللي معلماها. خلاص بقى، يعني انت الجيل الثالث يا فندم. ايوه كده خلاص. هنا ناخدها بقى هنا. اوكي. ده كده شويه والنعجن خلاص. بصي هشيل بقى الفطير. ايوه عجين. قولي لي الفطير عجين. ايه بقى؟ عجين يعني الفطير عجين. طول ما انت بتعجنيها بصي هي بتعمل معاكي ازاي، وانت بتعجنيها سعيده بيها، هي رخرة سعيده بيكي. هنحط حاجه، هنحط دقيق تحت ولا مش لازم؟ لا طالما مش هنعملها على حجر مش هنحط لها دي. بس ليه بقى؟ لان الفرن بتاعتنا هنا غير اللي في البلد. اللي في البلد في حجر، فلازم ناخدها على دي. اوكي، عشان ما تلزقش تحت وما تاخدش من الشوايب بتاعه الفرن. عليكي نور. وكمان تتحرق معايا. برضه عجنت في الفرن ده برضه هناك. لا ده الفرن التاني ده مزاج. ده بيطلع الاكل حاجه ثانيه. شوفوا انتوا اي اكل بتاكلوه عندكم او عندنا حاجه، والاكل على الكانون وفي الفرن ده حاجه ثانيه. الفرن اللي هو حاجه ثانيه خالص. بصي هناخد ايه؟ هي ماسكه شويه فنديها حبه يعني مسحه. بصي وانتي بعد ما خلصتي حسيتي برضه كنت مدياها تاني حبه ميه بقى كده. ليه؟ انا حاساها انها بصي عامله ازاي معايا. ايوه. لا كل ما ما تفتحيها تديكي ملمس حلو كده. تفتحيها تدخلي فيها هواء قصدك. صح. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ عشان تديكي رقات، عشان تعمل معانا رقات بتاعت تورق اللي انت بتقولي عليها تورق. احنا بالنسبه لنا احنا تعمل انتوا بتسموها بقى في المنوفيه رقات. اوكي، مش بقى ده الكلام الصح بتاعك. الفطير رقات. الفطير رقات وملمسها بقى يبقى ناعم وجميل معاكي كده. احنا خلصنا. بصي ونسيبها بقى ايه ترتاح قد ايه؟ لازم ترتاح 15 دقيقه، ربع ساعه مثلا، 15 دقيقه على قد ما نقدر. احنا الاول بصي انا بحب اعمل كده بقى. ايوه. بصي هناخد ايه؟ تاخدي شويه. احنا مش محتاجين الميه خلاص صح؟ لا خلاص. طيب. بصي بقى الزيت احنا بنعمل بيه ايه؟ استني احط الميه وكلميني. احكي لي انا مش عايزه التركه دي تروح مني. اعمل ايه؟ الزيت اهو حطيناه خلاص. اوكي اهو خلاص تمام. هنا اهي هنبتدي نعمل ايه بقى؟ بقت جميله كده ماشي. زي هناخد بصي اهو ده بحجم كده ايه، قبضه الايد كده. قبضه الايد مظبوط. تعملي كده ونبتدي ايه نكور كده. ما انا عايزه اعمل واحده. اعملي. ما اجيب بتاع. اشمعنى انت تعملي بقى انت بما انك شاطره يعني؟ ما انا عايزه ابقى شاطره برضو زيك. الرواقه اللي انت فيها دي انا عايزه ابقى كده. لا تحبي اصل الفطير بالذات عايز اللي يحبه. صح. لا هو متعب، فانت لو حبيتيه مش هتحسي بتعب. ايوه. كان بابايا يقعد يقول لي، جدتي برضه الله يرحمها كانت بتعمل فطير خطير، يقول لي لولا بس ان انا مشفق عليها من التعب كنت قلت لها اعملي لي فطير. لان هو بيتعب طبعا. ايوه كوري. ايوه كده عشان العجن واللت وكده صح؟ لا هو كله مجهود في كده. مجهود في لكن العيش بقى اللي عجن كده والرقاق والحاجات دي كده صح؟ ايوه. دي بقى نعملها ازاي كده؟ لا نكور. انا بكور اهو. خديها في جوف الايد. لا انت كده بتاخديها ايه على سطح ايدك. لا جوف الايد. بصي جوفيها كده. جوفي ايدك. جوفت ايدي. ايه ده؟ انا عملتها. عملتها والله العظيم انت تتجنني. اهي بصي كده اهي. انا مش عارفه اعملها، بروح بلماها كده بصوابعي. اوكي واروح بعملها تاني. فرده ايد ومكوره بقى. بصوا السرعه اهي خطيره. حريفه. محمد صلاح اللعبه. خطيره شغلي. لا خطيره. لا واضح انك حباه. يعني بصي واضح بسم الله ما شاء الله ان انت حباه.
دي طلعت كبيره معانا شويه، هنصغرها صلحيها لي بقى، انا حاسه ان دي كبيره شويه صح؟ انت لا انت هقول لك على عشان انت ما لفتيش. انا ما بصي. لفتش. طب خدي دي حطي دي مع دي، ايوه وممكن هنعمل تعمل واحده. كورة. ايوه يمكن عشان انا ايديا صغننه برضو، الكف بتاعي صغير فعايزه لا يبقى. علشان انت مش شغاله فيها. هاتي. انا هاجي لك اشتغل، هاجي لك ابقى شاف تحت التمرين واشتغل خلاص تمام. كده تمام. ايوه لا ممكن اخدها اظبطها. اه بصي انت مفتحاها ازاي والله كده، ما بتتفتحش تعملش كده. معاكي كوره ابدا. كده ما تعملش كده. معايا. كده خلاص اهي 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 مجرمه اهي اهي خطيره اهي قفلي خطيره. اهي. بصي تسلم ايدك تسلم ايدك. كده خلاص. احنا بقى عايزين ستريتش. ستريتش. طب احنا وهنحط لها بقى احنا إيه؟ بصي بقى اهي الملامسه الاخيره لمسه دي دي بقى عشان ما علشان خلاص من وشه ما يعملش معانا، لا. يبقى لمسه ناعمه بقى. تمام. طبعا انت ايه، بما انك مدلعانا فانت جايبه لنا عجينه جاهزه ومرتاحه، بس ده هيبقى طبعاً. شكلها قبل ما نريحها. بس زي ما بتاخد قلت لك، وقت لما طبعا بترتاح. بالظبط يعني طبعا. كده لازم نسيبها 20 دقيقة 30 دقيقة على حسب الوقت اللي الاقيها. احط ايدي كده الاقيها غرزت لتحت. بصي هي بتطلع لفوق ازاي. لسه بتطلع تاني. لكن تمام. انت بقى هاتي التانية كده تمام. نجيبها. تمام. نجيب بس احنا بقى معانا ايه، معانا ملكه اللعبه، فهي هتسيبنا نستنى. نجيب ينفعش. التانية. احنا هنحتاج الزيت. لا خلاص خلاص كده الزيت خلاص. خليني بقى اكلمكم على المنوفيه شويه. تعالي الاول نوريكي الاول انت كده العجينة. شكلها بصي. شفتي ناعمة ازاي؟ بصي ما ناعمة. بتطلعش. لا دوسي اهي. ما بتطلعش. بصي غرزت ما تطلعش. بصي خلاص بصوا ما ما بتطلعش. تطلعش. لا يعني ممكن اكتر فتره اسيبها قد ايه بصي. واقل فتره قد ايه؟ اكتر فترة 30 دقيقة اكتر بالذات فتره. في الشتاء. طيب في الصيف 15 دقيقة. طب وايه الفرق؟ يعني ايه الفرق عشان الحر الجو يعني؟ ساقع. الجو ساقع. فهيخليها شده. انا هاخد بس نقطه زيت. طبعا. ليه بقى؟ انت هنا بنعمل على الرخامه، فالرخامه ديك منها ما بتعملش عليها عجين باستمرار، صح. ناشفه. فاحنا هنعمل كده ونعمل كده، نخليها مش ننعمها. ناشفه، ننعمها. وناخد دي كده عليها اهي. ايه رايك؟ خطيره. ولما تخلصي اتعلم منك اعمل واحده انا كمان. تمام. ماشي. بصي كل ما انت ماشيه هي ماشيه معاكي. هنعمل ايه بقى؟ كل ما انت جايبين بقى ماشيه الزبدة. هي ماشيه معاكي. اهي شفتي كل ما شايفه انت الزبده؟ ماشيه هي ماشيه معاكي. بصي الزبده وجمالها وبصي ترميلتها. خليني اشم الزبده. جميله. انت جايباها معاكي صح؟ زبده انا بقول كده برضه. لا يعلى عليها. دي بتتاكل بالمعلقه اه من كتر حلاوتها. بصي يا حبيبتي تقيله تقيله بس بصي جميله. يبقى نبتدي ناخد طرفها ونمشي بحنيه معاها وتشديها اهي اهي وناخد كده. على فكره كمان. هو الموضوع يبان سهل بس هو مش سهل. هو لا. انت اتعودتي. خلاص بقى انت اصلا وانت واقفه كده بتعمليها وانت مش واخده بالك بسم الله ما شاء خلاص الله. اهي بسم الله ما شاء أهي. الله. اهي اهي تسلم ايدك. اهي. بصي هناخد لها بقى زبده تاني ونحطها. هي كل الفطير زبده. كل ما بتديله زبده كل ما يرق معاكي ويديكي طعم. خطيره. اهي بصي اهي نبتدي اللب اهي. هل في اي اوبشن انه يتعمل دايت؟ طب ما تقولي لنا كده تركية. بالنباتي. بالسمنه النباتي. احنا كده خلاص مش عايزين الزيت تاني. تمام. خالص خالص. ليه بقى؟ لان انت لما بتحطي لها زيت مع السمنه بتقرمش. لا ما تقرمش. احنا فاهمينها غلط. بتيجي تاكليها تلاقي طعم الزيت لغى السمنه. اوكي عرفتي؟ اوكي. فلازم للاسف لو احنا عايزينها ركناها دايت اهو. هي ملهاش حل. لا، ناكل لا، حته صغيره بقى. لا بتاخدي في زيت نباتي او سمنه نباتي بتاعتي اللي هي سمنتها اقل. بس هي فطير مشلتت يعني سمنه نباتي. مش كده. فانت يبقى اوبشن الدايت انك تاكل حته صغيره. طب وبعدين بنسيبها كده شويه وبنعمل حاجه تانية؟ لا احنا ماشيين اهو ما أوكي. بنسيبهاش. اوكي. احنا بنسيبها فتره ما بنفرد. اوكي. الجايه بقى انت تعمليها. دي بنتعلم. حاضر. ماشي. احنا بقى ماشيين اهو. اوكي. ماشيين وبتدي معانا. هنعمل كده اهو ماشيين اهي. بصي ايه رايك؟ تسلم ايدك. تسلم ايدك. انت بتحبي المنوفيه كده ليه؟ اقول لهم مسقط راسي. انا لما بروح هناك بحس بالخير والعز. عندك حق. عندك حق. اللي انت عملتيه ده أهي. انت معدياه كده عادي. حطيتها انا كده. حطيت سمنه خلاص. ماشي. حطيتي اللي احنا عملناها اول تطبيقه. حطيتيها جوه. واروح جايباها ونطبق عليها. يا نهار ابيض. انا فهمت دلوقتي. اهي. بس خدي بالك هي كلها خفه. انت هتعملي بقى اللي جاي اهي. بصي تشيليها بكل نوع اهي. شفتي؟ بصي عامله ازاي. يا نهار ابيض.
انا خايفه ابوظها لك. استني بقى اطلع لك انا واحده. طيب اهي ماشي اهي بصي هي ناعمه ازاي، لما نعمت ريح. تمام، خليني العب. اتفضلي. انا كمان عايزه العب. لا انت بتعملي ايه؟ امشي بخفه بخفه كده، بخفه كده اهي بخفه. كل ما تخفي ايدك ايديها هي هتجري معاكي، هي اللي هتجري معاكي. ده صحيح، دي بتمشي بسرعه فعلا. ده انا اول ما عملت بالراحه خالص لقيتها شغاله على طول. ايوه كل ما تخفي ايدك تجري معاكي. اوكي، ايه رايك؟ والله فعلا. طب انا كده ماشي شويه معاكي، انا ايد وانت ايد. ماشي تمام كده اهي. ايوه اهي بصي بصي خديها بقى من تحت كانك شايله بيبي صغنن. شفتي؟ ايه ده، شدت معايا اهي. شدت معايا والنبي انا شاطره. برافو. والنبي يجي مني. هتاخديني معاكي؟ هاخدك معايا بقى المنوفيه. انا عايزه اروحها، وحشتني والله. تروحي بقى تقعدي هناك، ممكن تديني بركب مكاني الحنطور وبركب الحنطور هناك وبروح شارع البحر. كل حاجه هو الكورنيش بس هم بيسموه البحر. ما هو عشان ده نيل مش بحر. ايوه انتوا بتسموه البحر. بس هو نيل. ما انا عارفه، ما انا بقول لك انتوا بتسموه هو النيل بس انتوا بتسموه البحر. هتعرفي تلقطي دي وتحطيها هنا؟ هحاول. ولو القطه معاكي يعني القفيها على طول لو وقعت كده. بس وبخفه وبخفه ايوه وبخفه ايدك خفيفه قوي. حطي بقى، برافو. ايوه كده. بصي وانا احط لها زبده تاني. هي احنا طول ما احنا ماشيين معاها بنديها زبده. انتوا شطار في اي حاجه، ودي حاجه معروفه عنكم. قشطه بقى بلدي، ما تقوليش تحطيها في النص. حطي بقى. ايوه بصي، لا انت كده عملت لها ودان ليه؟ عملت لها ودان. عملت لها ودان. بصي ايه رايك؟ دي لو باظت مسحيها فيا انا. لا ما تقلقيش. لهم عشان كانت معايا واحده بتتعلم. لا ما تقلقيش. ما انا برضك بوظت عجين كتير لماما. طب ما انا ببوظ لك اهو الحمد لله. لا لماما، عشان ما تبقيش لوحدك. يعني انا بوظت عشان بتعلم. برافو عليكي. والنهارده الحمد لله عاملين الاسم بيلف في كل دول العالم. ربنا يا رب يبارك لي. ما انا بقول لك يعني احنا اللي مكلمينك، احنا اللي مكلمينك. ايوه يعني بندور عليكي. بنودي انجلترا، ما شاء الله، السعوديه، الكويت، تصدير. كل دول تصدير، خط حتى تصدير الدول العربيه بتاعتنا الجميله. طبعا. ما انا بقول لك انتوا شطار في اي حاجه بتعملوها شطار. عندكم قريه ابو شعره. ابو شعره بتاعت السجاد بتاعهم حرير. السجاد بتاعهم موجود في البيت الابيض، وموجود في اصول الملوكيه، اصول الملوك في اوروبا. وما زالوا بيعملوا. السجاده الواحده بتتعمل من 5 ل 7 شهور. متخيله الحلاوه على الايد؟ بيقعدوا يعملوها على الايد. حاجه القطن الفلاحي بتاعنا لا يعلى عليه طبعا. وعشان كده الشعار بتاعكم السنبل والترس، برج الحمام كده، صح؟ جمال ده. ايه رايك؟ اهي شفتي خطيره اهي، هدفناها زي الفل كده. دي رابع مره. هي بصي هي بتعمل رقات اكتر من كده بكتير، بس احنا عشان وقت البرنامج يعني الفطيره الواحده بتاخد من 10 ل 11 رقه، كوره 12 رقه. كوره زي كده، من 10 ل 11 كوره من دول. يا نهار ابيض. ايوه بس احنا عاملينها كده عشان وقت البرنامج. مش قادره اصدقك. ليه؟ مش قادره اصدقك. ليه؟ بصي الورق الهوا. طب انا لو دوست على الهوا ده بوظها؟ لا اهو. طيب انا بسال بس انا عايزه العب يعني. لا. وفي عندكم قريه اللي هي كفر وهب. عارفاها؟ دي اخذت اجمل قريه. كانت في مسابقه عاملاها اليونسكو في العالم، وكان في حوالي 100 قريه 200 قريه متقدمين. اخذت اجمل وانظف قريه 2012 بالجهود الذاتيه. تتلميتوا. بصي بقى هنا سمنتنا خلصت. طب نجيب تاني؟ لا ولا هي عندنا؟ هي موجود. بس بعرفك انها بتاخد قد ايه؟ بتاخد كتير. هي بتاخد سمنه كتير. خليني اخد انا دول واكمل لك القصه بتاعت كفر وهب عشان انا بحب القصه دي. ورحت زرت القريه، لقيتهم لسه مكملين من 2012. هم نظفوا الشارع، اتلموا وعملوا مع نفسهم زي جمعيه كده اهليه يديروا القريه، وبينزلوا الشباب تلم الزباله. وعملوا الرصيف. عملوها دلوقتي في كل البلاد هناك، ان انت دلوقتي تطلعي لمؤاخذه الرابش بتاعك كده على الباب. وكله بيبقى في حد بقى متخصص يجي ياخد. على فكره هم اللي عملوها الاول، اللي بدعها كفر وهب بالمجهود الذاتي. هم الاول. يعني هم لما عملوا كده وتعاونوا بعد كده مع الحكومه، قالت لهم طب انا عاجبني الفكره دي، تعالوا نكمل بقى. بصي بقى احنا عايزين نحطها في حاجه ترتاح. احنا هنحطها ينفع تحطها هنا ترتاح؟ ايوه هنحطها هنا مكان اخواتها. اهي دي بقى بنسيبها شويه ترتاح. قد ايه مثلا؟
بصي من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. تمام. بس تمام. هي دي بقى هي مرتاحه معانا، فمش ماشي. هتاخد الوقت ده. احنا عندنا صينيه صح؟ اه. جايبه انت الصينيه الخطيره دي. ما هي دي الصينيه بتاعت الشغل، بصي نضيفه ازاي. زي الفل. انت بتجيبيها من مكان معين ولا ايه؟ ليها اماكن معينه يعني؟ لا، من بتوع الالومنيوم. اوكي، عشان عاجبني الحجم ده. الحجم ده حلو قوي. ده بقى بندهنها بقى كده وناخد حبه زبده كده. طبعا نروح طبعا. عاملين كده بقى. ايه زبده طبعا. خلاص بقى، هي بصي هو الزبده بتاعتك بتخلص. مفيش اوبشن الدايت، هو لا. الدايت انك تاخد حته صغيره، لكن غير لا، كده هو انت تعملي يوم فري ويبقى هو ده اليوم الفري، ما تعمليش غيره. يوم فري في الشهر. في الشهر كله. اهي، ايه رايك؟ هناخد بقى دي كده عشان هي مرتاحه معانا اصلا، وهنحطها كده. او نستعمل السمنه النباتي. فطير مشلتت بلدي. خلاص هي يعني ايه، على استحياء كده الحاجه فاطمه بتقول لنا هي مش مشجعه الموضوع ده. احنا بقى عملنا الفطير، احنا عجناه ريحناه وعملنا رقتنا، وهنسيبها ترتاح ربع ساعه ونروق الدنيا، ونرجع نشوف بقى الفطير شكله عامل ازاي لما ارتاح، ونعمل الكشك ونكمل كلام على المنوفيه. اوكي، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم وريحنا الفطيره بتاعتنا وريحنا الخميره بتاعتنا، وهنبدا نشتغل. بس طيب. قبل ما ايه نعمل ايه بقى؟ عايزين بقى ايه نكمل. ايوه، هنكمل العجينه وندخلها الفرن. ندخلها لنا بقى الفرن. بصي برضك رجعنا تاني للسمن. طبعا شفتي؟ مالهاش حل. بس زبده بلدي اهي. بصي حل. طول ما انت بصي بتعمليها كده اهي. تمام اهي. بصي ماشيه معاكي، بتمشي معاكي السمن. طبعا بتقول اهي، تاخد وتدي، ما هي في جوه حاجات كتير زبده. انا شفت الرقات اهي. بصي بتجري الصينيه معاكي، هي بتجري معاكي. الفطير ده من ايام القدماء المصريين. الملتوت. ايوه يعني الملتوت. دي كلمه قبطيه قديمه، الملتوت ده. اهي، ايه رايك كده؟ خلصنا. اقول لك حلوه ازاي كده؟ خلصنا. تحبي ادخلهولك بقى الفرن؟ لا انا اروح. طيب يا حبيبتي. تمام. اوكي، خدي عشان سخن على مهلك. بسم الله. تقعد قد ايه في الفرن يا فاطمه؟ من 15 ل 20 دقيقه بس. خلاص. لو الفرن حلوه هتاخد 15 دقيقه. ده حلو، ده بتاع الفطير ده. يلا بينا. ماشي، نرجع ونبدا بقى ايه في استاذ كشك. كشك ألمازية: كوبايتين شوربة، زبادي جهينة، نص كوباية لبن جهينة، 3 معالق كبيرة دقيق، معلقتين كبيرة رز مصري مغسول اختياري، بصلة، 2 معلقة كبيرة سمنة أو زبدة، ملح وفلفل أسود. زي ما قلت لك احنا عملنا ايه؟ الخميرة دي ارتاحت عشان تدي الزبادي مع الدقيق، بيسموه الربط. تدي اللذة، بيسموه الربطة. ايوه الربط. والزبادي بيدي الحتة المزة دي. ايوه. فانا هعمل ايه؟ انا هسخن الشوربة. الشوربة دسمة بتاعت البط، ففيها الدهنة بتاعتها، الدسامة بتاعتها. ايوه الدسامة بتاعتها. فانا قلت بقى كفاية عليها كده، كفاية، خلينا بس ناخد دي بس كده. بط وفطير يعني كشك وفطير النهارده كده. ده انت عايزه شهرين 3 بقى ندور على الرجيم. كتير. فاكره لما قلت لك ان انتوا عاصمه الرؤساء وماسكين البلد بجد؟ الموضوع ده مش بايديكم، يعني هو حقيقي مش بايدين المنايف. بصي خليني ارجع لك تاريخيا. بالظبط، خليني ارجع لك ليه هم بيحبوا التعليم. محافظه المنوفيه محافظه السكان فيها كتير. عايزه تفكيه؟ عايزه يا حبيبتي فكيه. السكان في المنوفيه كتير، مع ان 70% من المنوفيه ارض زراعيه، بس انتوا عايشين في 97% من المحافظه، يعني علشان الزراعه. عشان الزراعه. فيا حبيبي المنوفي هو ما عندوش بحر، ما عندوش حاجات كتير، مش زي دمياط مثلا تاجر مش عارفه ايه صياد. لا، هو عنده زراعته، هو حل زراعته ولو زي المواشي بتاعته. بالظبط. هو بيعتمد على الاثنين، بالزرع يا اما هيتعلم.
وهيتعلم عشان يسافر بره بصي، ويمسك بقى وزاره هو ويمسك مش عارفة إيه. الجدود أيوة. عامه اهتموا بان هم ينتجوا، مظبوط. والامهات في البيوت اهتموا بتعليم مظبوط. ولادهم. خليني احكي لك حكايه جميله قوي. فالاثنين بقى مع بعض بالظبط. انتجوا هو راسي. ده. ففعلا هي اقل نسبه اميه في اي محافظه من محافظات مصر في المنوفيه. اكتر محافظه فيها نسبه تعليم، طالع منها طيارين مهندسين كله. فاستني احط بقى ايه شويه لبن. انت برضو ايه، مش انت بس اللي ما بتكيلش برضو، مش انت بس يعني. ايوه هي حاجه بقى خلاص اتعودتي بقى فبتبقى أيوة. حط الزبادي واحكي لك بقى قصه. هي كلها اصلا لما يكون اللبن كامل الدسم بيديها دسامه وطعم اكتر. طبعا. بصي انا ما حطيتش مرقه لان احنا اوريدي حاطين مرقه. لا انت عندك اصلا الشوربه دسمه. بالظبط. في تريكه كده بيقولوا عليها عشان تحافظي على لون الكشك. ما تحطيش فلفل اسود، تحطي فلفل ابيض. انا حطيت حبه صغيرين بس. وبعدين في تريكه ثانيه، الفلفل الاسود بيبقى طعمه احلى. وبعدين في تريكه كمان بيقول لك ايه، تحطي شويه بصل وانتي بتسويه. بيدي برضه لون. ايوه بس مش كتير. صح كده. طب ما انت عارفه تعملي يا ولد بتاعي، ما قلتي لي لا مش بعرف اعمله ومش عارفه ايه. ما انا عايزه بقى اشوفك شاطره ولا لا. طب انا كويسه. لا شاطره الحمد لله. هنسويه. انا بحبه يربط، بحبه تقيل. في ناس تحبه خفيف شويه وفي ناس تحط فيه رز. بصي هو الرز مش محبذ قوي، بس هو برضك بيتقله. بس انا ما بحبش بصراحه يعني، عشان ابقى بس هو كده احلى الصراحه. عشان ابقى حقانيه معاكي انا بقول الطريقه اللي في طرق، في عائلات بس دي احسن طريقه. في عائلات تحط فيه رز. لا بس دي الطريقه الاحسن، دي الطريقه بتاعت بلدنا. اعتقد ان احنا كده قربنا خلاص كده، يعني دقيقتين كمان. لا اقل من دقيقتين. الطيور لازم تقولي لي الطيور عندكم ايه وايه وايه وايه. كل الطيور عايزاها ايه؟ قولي. كل الطيور بتاكل في البيت. بترعى عندكم صح؟ في قلب البيت. رخرة تلاقي البط، الله اكبر، بط. الديك الرومي. ايوه. الفراخ البلدي. أيوة. ولا بقى عايزه تاكلي من المنوفيه؟ كلي فراخ عتاقي بقى. فراخ ايه؟ عتاقي خراشي. هي مش عتقيه زي ما انت متخيله. ماشي. هي ايه بقى؟ هي بتبيض وقطعه البيض. ماشي. بس اما تسويها بقى تاكلي احلى لحمه. مع ان يقولوا مثلا الفرخه لو عجزت يبقى لحمتها مش احسن حاجه. لا ما هي دي عتقيه بقى. دي انتوا بقى دي عتقيه مش بداره. اللي انت بتتكلمي عليها دي بداره. دي بداره تربيتكم. طب ما تقولي لنا الفرق بين البداره والعتقيه. بصي الحلوه دي عرفي يا بنتي الناس، عرفي الناس. البداره دي لسه صغيره يعني، البداره ما تاخدش الفرخه الصغننه ولسه في اول البيت بشاير البيت، ولسه بتعمل بشاير البيت. البداره اللي هي لسه عندها بشاير البيت. ماشي. والعتقيه دي خلاص بقى كبرت ماشي. بس بقى لحمتها بتبقى لحمتها لذيذه خالص يعني. هي قطعه بيض في طعمها احلى. انت حاجه حلوه قوي. لحمتها لذيذه. قولي عارفه العتقيه يا خراشي. دي جميله قوي وانت بتقوليها تجنن. لا دي جميله. اجمل حاجه فيها اجمل حاجه بقى في البلد ان انت كل حاجه ما بترعاش بره. بتاكل فتافيت بيتك. فتافيت البيت. كل حاجه بتاكل فتافيت البيت بس كده. فتخيلي انت بقى حاجه بتاكل فتافيت البيت عامله ازاي؟ زي الفل. انا عارفه مجربين، احنا مجربين. جميل. اهي عملت كده الاستاذه خلاص. تعالي نصبها. طيب تمام. انا عندي طيب بس الاستاذه عامله ازاي. وعلى فكره هي اكله صحيه يعني، هي مش بتتخن والله، اكله كويسه. لا هي بتتخن. خليني بضحك على الناس شويه، ما بجراش حاجه. لا هي بتتخن. لا هي بتتخن بس طعم. انا بقى عايزه اخد ايه، شويه بصل من اللي جوه ده. لا ما احنا هنحط لها بقى. انا قصدي عايزه اخد من اللي استوت فيها واحط على الوش طبعا. ده اكيد بس هنصبر عليها شويه. ما احنا هنعمل ايه، انا هقول لك. احنا هنوقف دلوقتي وبعدين تعالي نطلع بريك. تمام. تكون دي هديت عشان وكمان اكون طلعت عليها البصل، عشان انا لو حطيته دلوقتي هينزل جوه. هيهبط. لازم تستني عليه شويه. فاحنا هنحطها دلوقتي تهبط ونسوي الفطيره بتاعتنا ونطلع نشوف الشكل النهائي. ورجعنا لكم والكشك بتاعنا هدي
بصي على الفطيره، طلعيها لنا بقى على بال ما انا ايه اروق لا كمان استوى اهو. واستوى. طيب على بال ما اروق الكشك بتاعنا. احنا كان لازم نستناه يبدا والوش يعمل القشره دي عشان نعرف نحط عليه البصل، يا اما هيخش جوه. بصي اهو. تعالي نعملها ورده. بصي الجمال والحلاوه بقى. تسلم ايدك، تسلم ايدك، يجنن. بصي الريحه بقى، بصي والله جميل. امتعتيني ونورتيني واحنا انا انبسطت قوي، وانا كمان مبسوطه اني اتواجدت معاكي والله. يلا تعالي بقى، تعالي خليني ايه. وكمان عرفنا بلادنا اللي لسه الاجيال الجديده دي ما تعرفهاش. طب ايه رايك في البرنامج؟ لا جميل. عجبتك؟ ايه رايك؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك. هي فكرته جميله جدا حبيبتي. لان احنا فتحنا باب للجيل اللي طالع ان يعرف صح. ان يعرف بلدنا واصلنا. ودلوقتي ميعاد مسابقتنا النهارده. احنا قلنا وذكرنا اسم قريتين في الحلقه دي. ايه هما القريتين وليه ذكرناهم؟ النهارده عملنا ايه بقى؟ النهارده كانت معايا شيف فاطمه، عملنا فطير المشلتت بزبده بقى. بصي بزبده. بصي انت بتقولي لو حطيتي زيت هتقرمش. صح. اسمعي القرمشه خطيره. ايه رايك؟ خطيره. وعملنا الكشك وزيناه. جميل. بل بصي قفص العيش وجميل. شفتي؟ ايه رايك؟ جميل. ايه رايك؟ واشوفكم بقى بكره في حلقه جديده وحكايه جديده من حكاياتي اللي ما بتخلصش من مطبخ ام الدنيا. اشوفكم بكره. رمضان ده كريم وده عشق قديم وده شهر الخير وده يرجيم جوه في مطبخ ام الدنيا اللي محمر واللي مشمر احلى محاشي ورز معمر واللي مشطشط واللي مسبك واللي يخليك حلو لو فين او مين يلا يا صايمين قبل وبحري معزومين عازمين يلا شلولو ولا الويكا ولا سخينة ولا فريكة أكلة هنية سمك وطيور جوا في مطبخ أم الدنيا جوا في مطبخ أم